اللحظة اللي كلنا كنا مستنيينها، اللحظة اللي في الحقيقة كان المفروض تحصل من أول يوم، لكن سبحان الله التعب والمجهود اللي اتحطوا في المشروع ده هما اللي وصلونا للنقطة دي. دلوقتي انت قاعد قدام الشاشة مستني النتيجة النهائية. بس انا هقولك من دلوقتي، لو داخل الفيديو ده عشان تشوف اللقطة الأخيرة على طول، أحب أقولك معلش الفيديو ده مش ليك. هنا احنا مش بس بنعرض الشكل النهائي، احنا بنشارك تجربة كاملة من أول الفكرة لكل تجربة لكل تعديل لحد ما نوصل للحلم اللي في دماغنا. بدأنا أول خطوة بإضافة بازلت ووزعناه بعناية عشان تبقى قاعدة قوية وثابتة للإسكيب. بعد كده اخترنا الخشبة الرئيسية، قطعة طبيعية مميزة، قصينا منها جزء ونقلناه لمكان تاني نخدم الفكرة اللي بنبني عليها الشكل النهائي. الهدف إن الحوضين يبقوا كأنهم حوض واحد، بانوراما مائية تتشاف من أي زاوية وكل زاوية فيها قصة. بعد كده ثبتنا الخشبة في مكانها، ثبتناها لحد ما تغطس وتشرب مية وتبقى جاهزة إنها تعيش وسط المنظر الجديد ده على طول. كانت في لحظة تردد، الجزء الكبير في بداية الاسكيب من ناحية الشمال، هل أخليه هارد وضخم ومليان تفاصيل وقوة، ولا بسيط وهادي يدي إحساس بالراحة؟ بعد تفكير اخترت البساطة وحطيت القطعة الجميلة دي في مكانها، وبدأت نزود البازلت تاني وصخور تانية عشان نكمل الهيكل من الجنبين. وطبعا لضيق الوقت وإمكانيات التصوير مش هتقدر تشوف دلوقتي كل التفاصيل من الجنبين، كل تفصيلة معمولة بحب ودقة. بعد ما خلصنا المرحلة دي جينا لخطوة الرمل، وهنا السحر يبدأ. الرمل هو اللي بيحول الاسكيب مش مجرد ترتيب خشب وحجارة، لأ، لقطعة من الجنة. مشهد طبيعي يخليك تحس وكأنك واقف قدام شاطئ أو ضفة نهر حقيقي. ولسه الحوض التاني وراه مفاجآت أكبر، فلو نفسك تشوفه استنى الفيديو الجاي لأن اللي جاي أجمد بكتير. أنا يوسف وحيد، سلام.